تخيل راجل اتولد بملامح أوروبية في جسم مصري أصيل، بيتكلم 5 لغات وبيلعب ملاكمة وكمال أجسام، وفي نفس الوقت بيكسر قلوب كل ستات مصر. راجل اتجوز 5 مرات، من راقصة لأمريكية لأشهر فنانة في مصر، وحتى من صديقتها. راجل حب ست وفضل يعيش في حتتها حتى بعد ما ماتت. ده مش بطل فيلم، ده رشدي أباظة. وعشان نعرف الحكاية من الأول لازم نرجع بالزمن لورا شوية. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لأغرب وأجمل قصة في تاريخ السينما المصرية. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وكمل الحكاية للآخر لأن نهاية رشدي أباظة مش زي أي نهاية سمعتها في حياتك. اتولد رشدي سعيد بغدادي أباظة سنة 1926 من عيلة الأباظة العريقة ذات الأصول الشركسية اللي كان ليها حضور بارز في السياسة والمجتمع المصري. بس اللي ميزه عن غيره من أبناء جيله إنه جه من خلطة ما اتخلطتش قبل كده. أبوه كان ضابط كبير في الشرطة، وأمه كانت إيطالية الأصل، وده اللي اداله الملامح الأوروبية، ودي اللي فرقته عن كل الناس. اتعلم في مدرسة الماروني للابتدائية، وبعدين راح مدرسة سان مارك للثانوية في اسكندرية، وكان بيجيد الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية، 5 لغات. وكان مفروض يدخل كلية الطيران، بس القدر كان ليه رأي تاني. الصدفة هي اللي خلت رشدي أباظة يدخل عالم الفن. أمه كان عندها مطعم كان بيجيله كتير من الفنانين، ومن هنا بدأت أول خطوة. نجح رشدي أباظة في أول أفلامه السينمائية المليونيرة الصغيرة مع فاتن حمامة سنة 1948، وأصبح قريبا من أبواب البطولة والشهرة. وفي نفس الوقت ده دخل حياته واحدة غيرتها للأبد. رشدي أباظة اتعرف على الفنانة كاميليا أثناء تصوير أحد الأفلام، وبدأت قصة حب أثرت على حياته بشكل كبير. كاميليا كانت في حياتها شيء أكبر بكتير من رشدي. الملك فاروق وقع في غرام كاميليا بعد ما شاف صورتها على غلاف مجلة، ورشدي وقف قدام الملك ولأنه عمل حاجة ما يعملهاش حد لما شاف كاميليا مع ساري عربي في كازينو مشهور. الخير. مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور. ضربها على وشها، فرفعت أمها عليه قضية، بس كاميليا حضرت القضية واتنازلت. وبعدها قاطع المنتجين رشدي أباظة مجاملة لعشيقة الملك، فساب مصر وسافر إيطاليا. سؤال بقى، إيه رأيك في اللي عمله رشدي؟ هل كان شجاع ولا الحب غلبه؟ قول لنا رأيك في الكومنتات. وفي غيابه بقى جه الخبر، كاميليا توفت في حادث طيران غامض في أكتوبر 1950، وده أثار أقاويل كتير حوالين الحادثة. دخل رشدي في حالة من الصدمة والانهيار بعد ما سمع الخبر، وطلب من والدته إن هو يشتري شقة كاميليا بكل اللي فيها عشان يحتفظ بذكرى حبهم. وبعدها دخل في مرحلة من الاكتئاب لمدة سنة كاملة. بعد كاميليا قرر رشدي يكمل، بس قلبه معرفش يقف في مكان واحد، وراح اتجوز 5 مرات. بدأت جوازته الأولى من الفنانة تحية كاريوكا سنة 1952، واستمر الجواز لمدة 3 سنين. أما الجوازة التانية كانت من سيدة أمريكية تدعى باربرا، واستمر جوازهم لمدة 4 سنين وخلف منها بنته الوحيدة اسمت. الجوازة التالتة كانت من قصة حب كبيرة بين رشدي أباظة وسامية جمال بعد ما عملوا مع بعض فيلم الرجل التاني، وده الجواز اللي استمر 18 سنة كاملة، وكان الكل بيقول إنه حب حقيقي. أما الجوازة الرابعة فدي اللي محدش صدقها، بس اسمت بنته كانت بتقول إن جواز أبوها من صباح بدأ بهزار في لبنان، وإن صباح قالت له أنت ما تجرؤش إنك تتجوزني لإنك تخاف من سامية جمال، فقال لها أنا أخاف؟ طب تعالي على المأذون. وبالفعل اتجوزوا، وبعدها لما فاقوا من اللعبة اتطلقوا بعد أسبوعين بس، وفضلت صباح صديقة ليه لحد وفاته. أما بقى الجوازة الخامسة فهي من نبيلة أباظة. قبل وفاته بسنتين قرر رشدي الجواز من نبيلة أباظة بنت عمه. بعد العلاقات اللي فشلت اقتنع رشدي إن العيلة هي اللي باقية. بس لازم تعرف إن رشدي ما كانش بس دنجوان، ده كان ممثل حقيقي من الدرجة الأولى.
قدم رشدي أباظة أكتر من 155 فيلم سينمائي، وما وقفش على خشبة المسرح ولا مرة في حياته. من أهم أعماله جميلة، عن البطلة الجزائرية جميلة بحريد مع يوسف شاهين، وفيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف، ولا وقت للحب مع فاتن حمامة واللي أخرجه صلاح أبو سيف، وفيلم الطريق عن رواية نجيب محفوظ. اشترك مع سعاد حسني في 12 فيلم، ومع نجلاء فتحي في 9 أفلام، ووصل لأعلى درجة في مشواره الفني. بس القدر جاله من جديد، وهنا بقى يجي الجزء الأهم، نهاية رشدي أباظة. أنا مش قادر أقف. ما كانتش زي أي نهاية. أصيب رشدي أباظة بالسرطان وبدأ رحلة علاج طويلة، لكنه مات قبل ما ينتهي من تصوير كافة المشاهد في فيلم الأقوياء. وهنا بقى نيجي لأهم حتة في المستشفى. مستشفى إيه؟ الراجل اللي عاش حياته كلها بعيد عن الصلاة قرر في آخر أيامه إنه يرجع. صديقه الفنان أحمد رمزي ما فرقوش في أي يوم من أيامه الأخيرة، وحكى أحمد رمزي القصة دي بنفسه، وقال وجهناه إزاي يتوضى وقعدناه على سجادة الصلاة، فأصر هو إنه يصلي وهو واقف، وبالفعل صلى ركعتين. وبعد كده قال أدعو أن يتقبل الله توبتي، ولو أمد الله في عمري فسوف أستمر في التوبة والصلاة. وبعدها أحمد رمزي قام ومشي وروح بيته، وأول ما وصل رن جرس التليفون، وكانت بنته اسمت قالت له إن أبوها توفى. رشدي أباظة عاش دنجوان السينما، ولكنه مات بعد أول صلاة ليه. ده انت لقطة، سبحان من أبدعك. رحم الله رشدي أباظة. لو الرحلة دي عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش الحلقة الجاية، واستنونا في الرحلة اللي جاية. هنروح لزمن مليان أسرار عن الفن الجميل. سلام.